يلا نبدأ. انا هبدأ معاكم بإبرة رقم 3 وهشتغل بخيط مكرمية قطن سمكه 2 مللي. هنبدأ كده بعمل عقدة بداية وهشتغل بعرض الموبايل. انا كان عرض الموبايل بتاعي 8 سنتي، لو انت عرض الموبايل بتاعك اكبر من كده فانت هتزودي في عدد من السلاسل. انا بالنسبة ليا عرضه زي ما قلت لكم 8 سنتي، فهشتغل 18 غرزة سلسلة. 1 2 وبكده انا اشتغلت 18 غرزة سلسلة. الخطوة اللي بعد كده هنرتفع سلسلة واحدة وهنبدأ في السلسلة اللي بعديها وهشتغل غرزة حشو، وهشتغل في السلسلة اللي بعديها وهشتغل غرزة حشو، وبكمل غرز حشو في السلاسل الموجودة عندي لحد ما اوصل لاخر سلسلة. كده انا وصلت لاخر سلسلة، هشتغل في اخر غرزة غرزتين حشو. الخطوة اللي بعد كده هنشتغل في الغرزة اللي بعديها بالشكل ده كده، وبشتغل غرزة حشو وبكمل بشتغل في الغرزة اللي بعديها وبشتغل غرزة حشو. هنكمل برضو في اللي بعديها وهشتغل غرزة حشو. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة غرز من الحشو في الجهة التانية لحد ما اوصل لاخر غرزة. وصلت كده لاخر السطر، هبدأ اشتغل في اخر غرزة غرزة حشو واحدة. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نشتغل في الغرزة اللي بعديها ونقفل الدور بغرزة حشو، وهنحتاج هنا علامة لان في كل مرة هنا هيكون بداية الدور ونهاية الدور. الخطوة اللي بعد كده هشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو وبكمل السطر غرز حشو. فوق كل غرزة تقابلني هشتغل فوقيها غرزة حشو. هنفضل شغالين كده بنفس الطريقة، فوق كل غرزة هنشتغل فيها غرزة حشو لحد ما نلف القطعة اللي معايا كلها واوصل لنقطة البداية. وصلت كده لنقطة البداية، هبدأ بعد كده اشيل العلامة وهقفل الدور بغرزة حشو. هنحط العلامة زي ما انتوا شايفين كده القطعة بدأت تقوس معايا وهو ده اللي انا محتاجاه. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو لكن في الحلقة الخلفية. والغرزة اللي بعديها هشتغل غرزة حشو تحت الحلقتين بالشكل ده. الغرزة اللي بعديها هشتغل في الحلقة الخلفية، الغرزة اللي بعديها هشتغل غرزة حشو تحت الحلقتين، الغرزة اللي بعديها هشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، الغرزة اللي بعديها هشتغل غرزة حشو تحت الحلقتين، وهكذا هشتغل بالتبادل وهلف القطعة كلها غرزة حشو في الحلقة الخلفية وغرزة حشو تحت الحلقتين. واخر غرزة معانا هنا هشتغلها عادي تحت الحلقتين. وطبعا بحط العلامة مكانها بالشكل ده. ده هيكون شكل الغرزة بتاعتنا في باقي الجراب كله. هفضل اشتغل كده بنفس الطريقة وهلف القطعة كلها في كل مرة بالشكل ده لحد ما اوصل لارتفاع الموبايل وبعديه كمان بكام سنتي عشان الموبايل يبقى من جوه كده والشنطة تكون مغطية عليه. فانا هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للارتفاع المناسب وهرجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده. ورجعت لكم تاني وبكده انا وصلت للارتفاع المناسب. هنبدأ دلوقتي نقيس الارتفاع قد ايه. ارتفاع الشنطة كلها 17 سنتي ونص.
وده شكل الغرزة، شكلها حلوة جدا ومختلفة برضو عن غرزة الحشو العادية التقليدية. شايفين مديها شكل حلو قوي للقطعة. بعد كده هنحدد بداية القلاب ونهايته، فانا هبدأ مثلا من هنا وهنتهي هنا. معايا حوالي 10 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهنحط العقدة بالشكل ده كده، وهندخل بالإبرة وهسحب الحلقة للجهة التانية. هرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، وهاخد الخيط معايا هداريه تحت الشغل. هشتغل رايح جاي بغرزة حشو لحد ما اوصل للطول المناسب، وبعد وانا شغالة المفروض اشتغل 10 غرز حشو. الخطوة اللي بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل وبشتغل رايح جاي رايح جاي لحد ما القلاب يقفل معايا للجهة التانية. مع بعض اشتغلت انا كام دور؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اشتغلت 8 ادوار. هنقيسها دلوقتي كمان. طولها 5 سنتي، تمام، وعرضها 5 سنتي ونص. طبعا لو حابه تزودي اكتر من كده فانت هتزودي في عدد السطور لحد مثلا ما تنزلي للجزء ده، فده يرجع لك انتي، لكن انا هكتفي بالحجم ده فلسه هنعمل التبتوب، فالحجم ده كويس جدا بالنسبه للشنطه اللي معايا. الجزء ده هنركب له كليبسه وهيقفل بالشكل ده. لو حابه تكتفي بشنطه الجراب وتبقى بالشكل السيمبل ده زي ما تحب، حابه تضيفي عليها الشكل اللي احنا هنضيفه برضو زي ما تحب. الخطوه اللي بعد كده نيجي نشتغل الدراع. عشان نشتغل الدراع هنعمل عقدة كده وهنشتغل سلسلتين، 1 2. بعد كده هنسيب اول غرزة اللي خارج منها الخيط وهنبدأ ندخل في الغرزة اللي بعديها وهنشتغل غرزة حشو. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نلف الشغل بتاعنا كده. شايفين الخط ده او الحلقة دي؟ هبدأ ادخل جواها وهسحب الخيط وهشتغل غرزة حشو. هبدأ ألف الشغل. شايفين الخطين دول؟ هبدأ أدخل بالإبرة كده وهنا برضو، وهسحب الخيط وهشتغل غرزة حشو. هشتغل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول المناسب. قلت لكم تاني انا كده كملت بنفس الطريقة لحد ما وصلت للطول المناسب. بالنسبة لطول الدراع طوله 102 سنتي. طبعا لو انت حبيتي تطولي الدراع اكتر من كده زي ما تحبي. فالخطوة اللي بعد كده هبدأ اقفل الشغل وهقص الخيط. هسحب بالشكل ده كده وهبدأ ارتفع سلسلتين كده، 1 2، وهشد الخيط بالشكل ده كده وهاجي هنا بالشكل ده اداريه ما بين الغرز واثبته كويس جدا. بصوا انا محتاجة الجزء الخفيف ده كده عشان ده اللي هثبته مع الزرار.
طيب الخطوة اللي بعد كده، بعد ما خلصنا الجراب هنيجي نزينه. طيب في البداية كده هحتاج لون اصفر مع لون احمر، لكن الاحمر هيبقى بسيط جدا. هنبدأ مع بعض باللون الاصفر وهنبدأ نشتغل الدبدوب، وهشتغل بإبرة رقم 2.5. هنبدأ الاول بالدايرة السحرية. انا معايا خيط صوف متوسط السمك، طبعا تقدري تشتغلي باي نوع خيط متوفر عندك مع الابره المناسبه ليها. بعد كده هشتغل جوه الدايره 6 غرز حشو، وبكده انا اشتغلت 6 غرز حشو. هقفل الدايره وهبدا اشتغل في اول غرزه غرزه منزلقه، وهقفل الدايره بتاعتي. هنبدأ الدور التاني، هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ اشتغل في اول غرزة غرزتين حشو، وهعلم اول غرزة عشان هشتغل حلزوني. وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزتين حشو، والدور ده هشتغل في كل غرزة موجودة عندي غرزتين حشو. اشتغلت وبكده انا انتهيت من الدور التاني ومعايا 12 غرزة حشو. تمام، نخلي بالنا ان دي غرزة منزلقة، وهنا سلسلة ارتفاع، وهنا اول غرزة انا اشتغلتها وانا معلماها بالماركر. فهنبدأ نشيل الماركر كده وهندخل مكان العلامة وهشتغل غرزة حشو. هقفل الدور ده بغرزة حشو، وطبعا بحط العلامة مرة كمان مكانها، وهشتغل في نفس المكان غرزة كمان، وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها غرزتين في نفس المكان، وهشتغل الدور ده غرزتين غرزة واحدة غرزتين غرزة واحدة، وهكذا لحد ما بوصل للعلامة. وبكده انا انتهيت من الدور الثالث ومعايا 18 غرزة حشو. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نقفل الدور بغرزة حشو، والدور الرابع هشتغل غرزتين حشو في نفس المكان وغرزة واحدة في اللي بعديها، والغرزة اللي بعديها غرزة واحدة. بمعنى الدور ده هشتغل غرزتين غرزة واحدة غرزة واحدة غرزتين غرزة واحدة غرزة واحدة لحد ما بخلص واوصل للعلامة. كده انا انتهيت من الدور الرابع ومعايا 24 غرزة حشو. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نقفل مكان العلامة بغرزة حشو، والدور ده هيبقى معايا غرزتين و3 فردي. الدور ده هشتغل 1 تزايد و3 فردي جنب بعض، 1 تزايد و3 فردي جنب بعض لحد ما بوصل للعلامة. وبكده انا انتهيت من الدور الخامس ومعايا 30 غرزة حشو. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نقفل ونبدأ الدور السادس، وهشتغل الدور ده ثبات من غير اي زيادة، يعني هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس. الدور السادس، وبكده انا انتهيت من الدور السادس ومعايا 30 غرزة حشو. هنبدأ في الدور السابع وهشتغل 1 تزايد و4 فردي. بشتغل غرزتين في نفس المكان وبشتغل 1 2 3 4. بشتغل كده بنفس الطريقة 1 تزايد و4 فردي لحد ما بوصل للنهاية. كده انا انتهيت من الدور السابع ومعايا 36 غرزة حشو. من اول الدور الثامن للدور العاشر هشتغل ثبات وهيبقى معايا 36 غرزة حشو. وبكده انا انتهيت من ال3 ادوار ثبات، وهبدأ معاكم بالدور ال11.
والدور ده هشتغل واحدة تزايد وخمسة فردي، غرزتين في نفس المكان كده. معايا واحد تزايد وهشتغل خمسة فردي، 1 2 3 4 5، وبرجع اشتغل تاني واحدة تزايد وخمسة فردي، واحدة تزايد وخمسة فردي لحد ما بوصل للعلامة. وبكده انا انتهيت من الدور ال11 ومعايا 42 غرزة حشو. هنبدأ في الدور 12. هشتغل من اول الدور ال12 والدور ال13 ادوار ثبات، فوق كل غرزة غرزة واحدة. كده انا اشتغلت دورين ثبات ومعايا 42 غرزة حشو. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نتناقص من اول الدور ال14، فهنبدأ بتناقص بالشكل ده. كده يبقى انا اشتغلت اول غرزة تناقص، فهشتغل واحدة تناقص وخمسة فردي. وبكمل الدور ده واحدة تناقص وخمسة فردي، وهيبقى معايا في الدور ال14 36 غرزة حشو. كده انتهيت من الدور ال14. هنبدأ في الدور ال15 وهنبدأ نشيل العلامة وهنتناقص مرة كمان. وفي الدور ده هشتغل واحدة تناقص وهشتغل 4 فردي. وبشتغل واحدة تناقص و4 فردي لحد ما بوصل للعلامة. كده انا انتهيت من الدور ال15 وكان معايا 30 غرزة حشو. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ في الدور ال16 وهشتغل واحدة تناقص و3 حشو، هيبقى معايا 24 غرزة حشو. والدور ال17 هشتغل واحدة تناقص و2 حشو لحد طبعا ما بوصل للعلامة، وهيبقى معايا 18 غرزة حشو. الدور ال18 واحدة تناقص واحدة حشو، واحدة تناقص واحدة حشو. واخر دور معايا هيبقى معايا تناقص في جميع الغرز اللي موجودة عندي لحد ما الدايرة تقفل معايا خالص. هكمل انا كده لحد ما اقفل الدايرة. الخطوة اللي بعد كده طبعا انا مش هحتاج العلامة، هشد الخيط بالشكل ده. وبشد وببدأ اقفل الدايرة بشكل كويس. بعد كده بداري الخيط ما بين الغرز واطلعه من اي جهة تانية. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نحضر الودان والايدين وكمان الرجلين الخاصة بالدبدوب عشان هتبقى بالشكل ده كده. اول حاجة هنعملها مع بعض هي الودان. هنشتغل برضو بالدايرة السحرية، وهنشتغل جوه الدايرة 6 غرز حشو. وبكده انا اشتغلت 6 غرز حشو. هقفل الدايرة كويس وهبدأ اشتغل في اول غرزة منزلقة واقفل الدايرة. هرتفع سلسلة واحدة في نفس المكان، هشتغل غرزتين حشو وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزتين حشو. والدور ده هشتغل في كل غرزة غرزتين حشو، ومجموع الغرز معايا هتكون 12 غرزة حشو. هقفل الدايرة بتاعتي في اول غرزة حشو وغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. هشتغل الدور الثالث والدور الرابع ثبات، فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس. كده انا انتهيت من الدورين الثبات. هنبدأ مع بعض الدور الخامس وهنشتغل تناقص. هقفل الدايرة الاول في اول غرزة بغرزة منزلقة وهرتفع سلسلة،
وهبدأ اتناقص بالشكل ده. وهبدأ اتناقص في الغرز الموجودة عندي كلها، بمعنى الغرزة اللي بعديها برضو هشتغلها تناقص. الخطوة اللي بعد كده هاجي اقفل الدور بغرزة منزلقة في اول غرزة تناقص، وهسحب المنزلقة وهرتفع سلسلة واحدة هأمن بيها الشغل. اشتغلت واحدة كمان وكده الودان جاهزة معانا. بالشكل ده دايرة. هنبدأ بعد كده اليد، هنشتغل دايرة سحرية وجواها 6 غرز حشو. وبنرتفع سلسلة واحدة وهشتغل في نفس المكان غرزتين حشو، وهتزايد في الغرز الموجودة عندي. وبكده انا انتهيت من الدور التاني ومعايا 12 غرزة حشو. طيب معلش كده النور قطع، لكن هكمل معاكم الشغل. هنبدأ مع بعض هنا في اول غرزة وهنقفل الدور، وهرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، وهبدأ اشتغل 3 ادوار ثبات. وهبدأ بعد كده من ادخل اللون الاحمر وهشتغل برضو ثبات 4 ادوار، واشتغلت 4 ادوار باللون الاحمر، 1 2 3 4. الدور الاولاني كان 6 غرز، الدور اللي بعده كان تزايد في جميع الغرز، وبعد كده اشتغلت 3 ادوار ثبات 1 2 3. عشان ما نطولش الفيديو انا اشتغلت الفم، وهقول لكم دلوقتي انا اشتغلت الفم ازاي. الدور الاولاني اشتغلت دايره سحريه جواها 6 غرز حشو، الدور اللي بعده اشتغلت تزايد في الستة، بعد كده اشتغلت دورين ثبات. عدد الغرز الموجوده عندي هنا 12 غرزه حشو. بالنسبه للقدم اشتغلت دايره سحريه جواها 6 غرز حشو، الدور اللي بعده اشتغلت غرزه تزايد وغرزه فردي، غرزه تزايد وغرزه فردي. كده احنا في الدور الثالث 1 2 3. الدور الرابع والدور الخامس اشتغلتهم ثبات، الدور السادس اشتغلت تناقص في الغرز الموجودة عندي كلها. بعد كده طلعت بأدوار ثبات 1 2 3 4 5. الخطوة اللي بعد كده هنشتغل الملامح على وش الدبدوب بالشكل ده.
تعالوا نشوف شنطة الجراب بالدبدوب وزنها قد ايه. انا كده انتهيت من شنطة الجراب، واتمنى يكون الشنطة عجبتكم، الشرح كان سهل وبسيط عليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس واختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد وكل فيديو بنزله. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.